اليوم نورنا في حضرموت وبالتحديد في مدينة المكلا الشخصية المعروفة المشهورة من محافظة سقطرى إلى حضرموت، رجل الكهف، حياك الله. يا مرحبا، حياك الله عمر، الله يحييكم ان شاء الله ويحيي اهل المكلا جميعا وحضرموت، الله يعطيكم العافيه ان شاء الله. لقينا في المكلا اهتمام كامل من الاخوه، ورغم ان انقطاع الكهرباء فالناس نعم في كل مكان. يعني انت كضيف عانيت من انقطاع الكهرباء في حضرموت بالشكل الكامل يعني، وفي عدن برضه في كل مكان هكذا، في اليمن يعني هكذا هي الكهرباء انقطاعها يعني في كل مكان. نعم جداً. بس عندنا في سقطرى شويه كذا هي، وبالرغم من عندنا اجواء طبيعيه في سقطرى وكل شيء طبيعي، ما نعرف على الكهرباء ان وجدت وان ما وجدت. يعني نقول الاشياء السلبيه اللي شفتها في حضرموت انقطاع التيار الكهربائي. نعم. الاشياء الايجابيه اللي شفتها في حضرموت؟ الايجابيه الحمد لله الحياه ماشيه في حضرموت، كل شيء موجود، بس غلاء الاسعار في بعض المواد الغذائيه اللي هي كالرز والسكر الحياه اللي هي تمشي فيها الحياه يعني غاليه شويه مثلنا، وربنا يحسن الاحوال ان شاء الله. بإذن الله. من خلال هذا الكلام اكيد في كلمه حاب توجهها الى المسؤولين اللي يحكمون هذه المحافظه، ايش تقول لكل المسؤولين اللي لهم الاهتمام في هذا الامر؟ والله اقول للمسؤولين ان شاء الله ربي يوفقهم في عمل على تنظيم هذه التيار الكهربائي لحضرموت، والنجاح في كل من اجل في كل شيء من اجل الارض